درست عزيزي الطالب أن الكائنات الحية تم ترتيبها من قبل العلماء وفق مبادئ أهمها درجة التشابه في الشكل والبنية والوظائف الحيوية، وتم ترتيبها في مجموعات من الأكبر إلى الأصغر، هي مملكة، شعبة، صف، رتبة، فصيلة، جنس، نوع. وقد درست عزيزي الطالب في الصف السابع 4 ممالك منها، وهي مملكة الأوليات والبدائيات والفطريات والنباتات. وسيكون محور دراستنا لهذا العام إن شاء الله بالمملكة الخامسة، وهي المملكة الحيوانية، والتي تم تقسيمها كما علمت إلى شعبة وحيدات الخلية، شعبة الإسفنجيات، شعبة مائيات الجوف، شعبة الديدان المنبسطة، وشعبة الديدان الأسطوانية، والديدان الحلقية، مفصليات الأرجل، الرخويات، شوكيات الجلد، الحبليات، وتحت شعبة الفقاريات، والتي ستكون محور دراستنا إن شاء الله لهذا العام. بالنسبة لوحيدات الخلية سنتعرف على كائن وحيد الخلية وهو البراميسيوم. أما شعبة الإسفنجيات يقول صديقنا سبونجي في لغتنا: ما هي الإسفنج في لغتنا؟ الإسفنج تعني مادة خفيفة لها مسام تمتص السوائل. هذا إلا أنه هو عبارة ليس عن مادة تمتص السوائل، بل هو أكثر من ذلك. هو حيوان، ولكن أين يعيش الإسفنج؟ وهل ينتقل من مكان لآخر؟ كما تشاهد عزيزي في الصور التالية، أن الإسفنج يتثبت على الصخور أو على سوق النباتات المائية، في مثل الإسفنج الأسكوني الذي يعيش في المياه العذبة. إذن معظمنا يعيش في البحار عدا نوع واحد يعيش في المياه العذبة. يقترح عزيزنا صديقنا سبونكي السؤال التالي: اكتب المصطلح العلمي المناسب للعبارة التالية: حيوانات معظمها بحرية ونوع واحد يعيش في المياه العذبة، تقضي معظم حياتها مثبتة على الصخور بلا حركة. ما هي الإجابة المناسبة؟ الإجابة الصحيحة هي الإسفنجيات. من خلال ملاحظتك السابقة كحيوان أو كوسيلة استخدمتها في الحمام للنظافة الشخصية، فإنك استخدمت الإسفنج من أجل النظافة، ولكن هذا الحيوان كان أكثر من ذلك في البيئة المائية. وعندما تأملت منظره الخارجي وعندما تأملت منظره الخارجي لاحظت أن جسمه مليء بالثقوب، أن السطح الجانبي مليء بالثقوب. كذلك يوجد ثقب في أعلى الإسفنج واسع المساحة وكبير. طيب، عندما نريد أن نتعرف على طبقات جدار جسم الإسفنج، هذا الجدار من كم طبقة يتألف؟ سنجد أنه يتألف من طبقة خارجية ووسطى وداخلية. وعند تكبيرنا لمقطع في جدار جسم الإسفنج سنجد أنه يتألف من الخارج نحو الداخل. الطبقة السطحية تكسوها خلايا سطحية، وظيفة حماية جسم الإسفنج. أما أما هذه الثقوب التي كانت تغزو جسم الإسفنج الجانبية فهي ثقوب شهيقية. وعند انتقالنا إلى الطبقة الوسطى سنشاهد نوعين مميزين من الخلايا: الخلايا الغذائية الأميبية والشويكات. الشويكة عزيزي الطالب هو اسم تصغير، فعندما يوجد في اللغة العربية اسم التصغير، فعندما يوجد مثلا تقول شجرة شجيرة، مخيخ. كذلك شويكة لأنها صغيرة الحجم تقول عنها شويكة، وجمع شويكة وشويكات. إذن هي عبارة عن شويكات صغيرة. طيب، الخلايا الأميبية عزيزي الطالب لها دور فعال، فهي يمكن أن تتحول إلى شويكات ويمكن أن تتحول إلى خلايا تناسلية. وعند انتقالنا إلى الطبقة الداخلية سنشاهد الخلايا الرائعة التي لها صيات متحركة وحولها طوق، طبعا هي الخلايا المطوقة. فلو طلب منا تعريف الخلايا المطوقة كيف ستجيب عزيزنا الطالب؟ الإجابة بسيطة من خلال وصفك للخلايا المطوقة: خلايا توجد في الطبقة الداخلية لها صوت متحرك يحيط به طوق. هذا كان مقطع في جدار جسم الإسفنج. فتعالوا معا نوازن بين الإسفنج الأسكوني والإسفنج الطبي من حيث الشويكات. شويكات الإسفنج الطبي عزيزي الطالب كالأظافر التي لديك تماما، قرنية مرنة. أما الإسفنج الأسكوني
كلسية صلبة. كلسية صلبة. يطرح صديقنا سبونجي الإسفنج السؤال التالي: هل ينتقل الإسفنج من مكان لآخر؟ طبعا الإجابة لا، فنحن نعيش مثبتين على الصخور وسوق وجذور النباتات المائية، نتثبت دائما. إذن كيف يعيش الإسفنج مثبتا على الصخور وسوق وجذور النباتات المائية؟ ولكن لفت انتباه صديقنا سبونجي الإسفنج الأسكوني أنه دائما يتميز بلونه الأخضر، فما السر وراء ذلك؟ أنت تعلم عزيزي الطالب أن البيئة المائية تكسوها الطحالب، يعني ذلك أن الطحالب تعيش داخل جسم الإسفنج وتتبادل معه المنفعة. إذن فسر علميا ما يلي: اللون الأخضر للإسفنج الأسكوني. الإجابة ستكون بسبب وجود طحالب خضراء تعيش داخل جسمه وتتبادل معه المنفعة. لكن ما الفرق بين الثقوب الشهيقية والثقوب الزفيرية؟ لقد شاهدت عزيزي الطالب أنه عند تكبيرنا لمقطع في جسم الإسفنج أن الثقوب الجانبية كثيرة العدد، مساحتها صغيرة وتوجد على الجانب، وظيفتها incoming water يعني إدخال الماء أو السماح للماء الداخل بالمرور عبره. أما الثقب الزفيري فهو يوجد أعلى جسم الإسفنج، وهو ثقب واسع واحد كبير المساحة يسمح بخروج الماء منه، طبعا المحمل بالفضلات وغاز ثاني أكسيد الكربون. أما بالنسبة للثقوب الشهيقية وظيفتها إدخال الماء المحمل بغاز الأكسجين والكائنات الدقيقة والمواد العضوية. لكن لفت انتباه صديقنا سبونجي ما يلي: قدرة الإسفنج على حماية نفسه بالرغم من أنه يعيش أو عفوا مثبتا على الصخور، أي لا يستطيع الانتقال. قد يعتقد البعض أنه بسبب عدم امتلاكه لخلايا عضلية، وهذا صحيح، لكن هل هذا يكفي؟ كيف يجب أن يدافع عن نفسه؟ يمكن أن يجيبنا صديقنا سبونجي كما تشاهد من خلال الصورة التالية أنه يطلق رائحة كيماوية. إذن يطلق رائحة لا تستطيع تحملها الحيوانات فتهرب. إذن يصدر رائحة كريهة لا تعافها الحيوانات، أي لا تستطيع تحملها الحيوانات. ولكن إن التنبيه الأجسام أخذ تفكيرنا، فتعالوا معا نرى الإحساس والحركة. إذن لا يوجد أعضاء حس عند الإسفنجيات، فتعالوا نرى معا أنه إذا قمنا بتنبيه أي خلية من جسم الكائن الحي فإنه سينتقل التنبيه إلى الخلايا العصبية الأخرى عبر الجهاز العصبي المركزي، لأنه يصل الخلايا بعضها ببعض. فإذا قمنا بتنبيه خلية من الكتف اليمين فرضا، سيستجيب الكتف الأيسر. فإذا نستنتج وجود جهاز عصبي يصل الخلايا بعضها ببعض. فتعالوا نطبق هذه التجربة على الإسفنج. تعالوا معا إذن نقوم بتنبيه خلية. قمنا بتنبيه الخلية التالية: هل انكمش جسم الإسفنج بأكمله أم انكمشت خلية واحدة فقط؟ نلاحظ من خلال التجربة أنها انكمشت خلية واحدة. فما تفسير ذلك؟ التفسير بسيط، هو عدم وجود جهاز عصبي عند الإسفنج يصل الخلايا بعضها ببعض. تعالوا لنتعرف معا أكثر على الإسفنجيات في بيئتها. ومن أجل هذا سافرت صديقتنا بالبيئة المائية إلى الإسفنج، ومن أجل جعل الغير مرئي لعيونك مرئي استخدمت صبغة لصبغ الماء، وهي صبغة غير مؤذية للإسفنج، فقط لجعل الأمور غير مرئية لعيونك هي أمور مرئية، فتتمكن من ملاحظة ما يدور في الإسفنج. ستقوم صديقتنا بوضع الصبغة الملونة في الماء المحيط بجسم الإسفنج. صبغ الماء وسنشاهد
الآن الأفعال التي يقوم بها الإسفنج. نلاحظ أن الثقوب الشهيقية سمحت للتيارات المائية المحملة بالأكسجين وغاز والكائنات الحية الدقيقة والفضلات بالدخول، وذلك من خلال مرور الماء الملون بالصبغة. وبنفس الوقت تجمع هذا الماء في جوف الإسفنج، ومن ثم خرج عبر الثقب الزفيري. إذن وظيفة الثقب الزفيري هو إخراج الماء المحمل بغاز ثاني أكسيد الكربون والفضلات. أما الثقوب الشهيقية فسمحت للماء بالدخول محملا بغاز الأكسجين والكائنات الحية الدقيقة. وللتأكد من هذه النظرية قمنا بإجراء هذه العملية على عدة إسفنجيات كما سنشاهد. نلاحظ عند صبغنا للماء المحيط بالإسفنج دخول الماء وخروج الماء الملون من الفوهة الزفيرية للإسفنج. وبتكرار التجربة عدة مرات على إسفنجيات أخرى نشاهد منظر خروج الماء المحمل بالفضلات وثاني أكسيد الكربون عبر الفوهة الزفيرية. كيف يحدث هذا؟ والآن لنتأكد من ذلك من خلال المحاكاة الحاسوبية. عند دخول الماء المحمل بالكائنات الحية الدقيقة والمواد العضوية والأكسجين تصل إلى الطبقة الداخلية، ومن ثم حتى الطبقة الوسطى فالطبقة الداخلية، حيث توجد الخلايا المطوقة التي لها سياق تقوم بأخذ المواد العضوية الكائنات الحية الدقيقة والأكسجين والتهامها، ومن ثم تهضمها هضما جيدا وتطرح الفضلات وغاز ثاني أكسيد الكربون ليتجمع في جوف الإسفنج، ومنه يطرح عبر الفوهة الزفيرية إلى الخارج خارج جسم الإسفنج كما نشاهد في الفيديو التالي. حسنا، أين توجد الخلايا المطوقة وما وظيفتها؟ الخلايا المطوقة توجد في الطبقة الداخلية وتساعد في التهام الكائنات الحية الدقيقة والمواد العضوية الموجودة في ماء الجوف الفعال، وكذلك أخذ الأكسجين، فتطرح الفضلات في وسط جوف الإسفنج. ما وظيفة الثقوب الموجودة في جسم الإسفنج سواء الثقوب الشهيقية أم الزفيرية؟ أصبحت لها عدة وظائف. هي لها دور في التغذية والتنفس والإطراح، لها دور في التغذية والتنفس والإطراح، إذن ثلاثية الوظيفة. نستنتج من ذلك أن ليس الإسفنجيات جهاز إطراح ولا هضم ولا دوران، لأن من قام بهضم الطعام هي الخلايا المطوقة، ومن قام بطرح الفضلات الناتجة عن هضم الطعام هي الخلايا المطوقة، ولا حاجة لجهاز دوران يوزع الغذاء على جميع خلايا الجسم، لأن كل خلية قامت بهضم الطعام لنفسها وطرح الفضلات بنفسها. أما بالنسبة للتكاثر عند الإسفنجيات فنميز نوعين رئيسيين. النوع الأول الرئيسي هو التكاثر الجنسي، حيث تسافر النطفة إلى الإسفنج الأنثى فتلقح البيضة، تخرج بيضة، نحصل على بيضة ملقحة حيث تسافر في الماء وتكبر فنحصل على إسفنج أيضا شاب. أما النوع الرئيسي الآخر هو التكاثر اللاجنسي، والذي يقسم لقسمين. الأول هو خاصية التبرعم الذي يشبه فيها النبات، حيث يخرج برعم صغير ينمو كما نشاهد في الصور التالية بجانب البرعم الأب. أما النوع الثاني من التكاثر اللاجنسي هي التجزئة والتجديد، فلو جزأنا الإسفنج إلى عدة قطع ورميناها في الوسط البيئي نفسه سنجد أن كل قطعة تكمل الجزء المفقود. إذن تجزئة والتجديد أي أنها تجدد الجزء المفقود. إذن الطريقة الثانية من التكاثر اللاجنسي التجزئة والتجديد، والنوع الأول من التكاثر اللاجنسي هو التبرعم. فسر علميا ما يلي استخدام الإسفنجيات في الطب من خلال صورة سبونكي أثناء إطلاقه الرائحة أنه يفرز مواد، هذه المواد هي مضادة للبكتيريا والفطريات. وأترك إليكم السؤال التالي وظيفة لكم، وشكرا لكم، وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.